يلا يا سيحه يا سيحه يا سيحه يا سيحه، سهله في النص يا سيحه، سهله في النص يا سيحه، يا راجل سهله برجلك يا جدع. ما اتفرجتش على الحضري ولا ايه؟ بس هي صعبه، هي صعبه. الواد لعيبه في نص الجون بانينكا، وسيحه اترمى في حته والكره دخلت. بس انا عندي سؤال معلش، هو ايه الخطا الساذج ده؟ ايه الخطا الساذج ده اللي عامله شكري ده جوه منطقه الجزاء، وعارف ان هو بيترقص وعارف ان اي خطا هيتحسب ضربه جزاء؟ ازاي يعني؟ انت المفروض انت لعيب كبير، ابن من ابناء النادي الاهلي وبتلعب في النادي الاهلي، ازاي تخطئ الخطا الساذج ده؟ انا نفسي افهم، انا نفسي افهم. وبعدين بقى بطوله كاس الرابطه دي احنا لازم نخسر فيها كل ماتش؟ ما بنكسبش فيها ابدا ولا ايه يا جدعان؟ شدوا حيلكم، مع ان احنا مش بنلعب بالناشئين عشان ما حدش يضحك علينا ويقول لك بتلعب بالناشئين. انت عندك لعيبه ما شاء الله من القوام الاساسي، ديانج وطاهر وجراديشار وعمر كمال وشكري. انت شبه بتلعب بالفريق الاساسي، يعني ما فيش الا سيحه والواد محمد عبد الله ولعيب كبير. يعني المفروض تنزل ادائك يكون افضل من كده. هنمشيها ان المدرب بيجرب، هنمشيها ان هو بيجرب وبيستفاد من البطوله اللي زي كده عشان خاطر يجرب اللعيبه، بس على الاقل ادائنا يبقى افضل من كده شويه. انبي ما يسجلش فيك والدقيقه 30، يعني المفروض تكون انت كنت خدت المبادره. انت ما عملتش ولا حاجه على الجون اصلا. بس انا متاكد ان شاء الله ربنا يكرمنا هنعدل، ان شاء الله نعدل ونكسب باذن الله. يعني ان شاء الله انا متفائل باللعيبه اللي موجوده، وان شاء الله ربنا يعملها ونكسب. اكتبوا لي انتوا بقى في الكومنتات مين من اللعيبه اللي كانت المفروض تشارك من اول الماتش وما شاركتش، اكتبوا لي بسرعه.